السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد صلاح. النهارده هنكلمكم عن منتج احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير وهو منتشر في السوق، وهي السماعات التقليد لسماعات ابل. الموديل اللي معانا النهارده اللي هو ايربودز برو، وعايز اقول لكم ان الخامات بتاعتها فعلا يعني صعب جدا ان انت تفرق بينها وبين الاصلية، ده من حيث الخامات. ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهارده هنجرب ونعمل تجربة للمنتج ده ونشوف هل الاداء بتاعه فعلا هيكون قريب من الاصليه ولا لا. وهنجرب المايك في المكان الهادي وفي المكان اللي بيكون فيه صوت برضه حوالينا عشان نشوف المايك هيكون مناسب ولا لا. ده شكل العلبه بتاعه السماعه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. هو طبعا بيحاولوا يقلدوا البراند اللي احنا بنتكلم عليه، لكن هي مش اصليه 100%. لو جينا بصينا على اهم المحتويات هيظهر معانا هنا كابل شحن طرف تاني التايب سي، والطرف الاول هنا اللايتنينج الخاص بالايفون، وهنا دي التيبس الخاصه ب السماعات. طبعا بتختار المقاس اللي يكون مناسب ليك حسب ودنك، ممكن تلاقي ودن مختلفة عن التانية. هنا دي بعض الكتالوجات. ماتيريال السماعات حلو جدا بصراحة، والخامات بتاعتها ممتازة. زرار البيرنج، وهنا منفذ الشحن اللايتنينج. نفتح كده وهيظهر معانا هنا كده اللمبة بتاعت الإشعارات. وعايز أقول لك إن السماعة ديت فيها الميك سيف أو شحن وايرلس. نفتحها كده، اسمع صوت الباب. الفصالة بتاعتها قوية جدا. لو جينا بصينا على السماعات فيها نفس التصميم، مفيش أي اختلاف. فيها هنا السنسور الخاص بتاع التشغيل أو الإيقاف تلقائي لما تلبس وتشيل السماعة. وهنا في زرار التحكم التاتش اللي انت تقدر توقف الحاجة اللي انت مشغلها او ترد على المكالمات او تقفلها. وفي نفس الوقت برضو تقدر تشغل منها النويز كانسليشن اللي انا ما لاحظتش فرق كبير لما شغله او ان انا اقفله. وزن السماعات خفيف جدا، وبخصوص البطارية تشتغل معاك تقريبا من 6 الى 7 ساعات، وتقدر تشحنها اكتر من مرة من خلال البوكس ده. دلوقتي لو حبينا نقيم السماعه ديت من حيث الصوت، فانا عايز اقول لك ان انا اقدر اديها مثلا من 65 الى 70%، لان الصوت بتاعها عالي بصراحه. البيز بتاعها واضح. النقاء نقدر نقول عليه مقبول، لان هنا الصوت مفخم شويه، لكن هيمشي الحال. والاداء بتاعها ممتاز جدا. بخصوص التصميم بتاعها اللي هو ان اير هنا، ده هيعزلك بشكل كبير عن العالم الخارجي. بخصوص المايك ده اللي احنا هنجربه مع بعض دلوقتي. الصوت اللي انتم سامعينه دلوقتي يا جماعه من خلال السماعات ديت بشكل مباشر، مش عاملين له اي اديت ولا اي تعديل في الفيديو بتاعنا. صوت على طول بتسمعوه من خلال السماعات. وعايز اقول لكم، انت لما بتلبس سماعتين وتشغلهم مع بعض، المايك بيشتغل في سماعه واحده، وغالبا بتكون السماعه الشمال او السماعه اليمين حسب اللي انت بتكون طلعتها من العلبه الاول. الصوت ده سامعينه دلوقتي، مفيش اي دوشه حوالينا، فيه هدوء تام. هنجرب دلوقتي مع بعض ونخلي يكون في صوت حوالينا، تلفزيون مثلا مع مكيف مع هواء، ونشوف الصوت هيكون واضح ولا لا. دلوقتي يا جماعه في صوت تلفزيون شغال جنبنا وفي صوت قرآن. انا مشغل المكيف، مش عارف انتوا سامعيني كويس ولا لا. هل الاصوات اللي حوالينا دي دلوقتي مؤثره على صوت المايك ولا لا؟ انتوا اللي تقدروا تحكموا بنفسكم. دي كده كانت تجربتنا للسماعه دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عايزين تشتروا المنتج ده فانا سايب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.